عاوزة ايه غير شوية عدس كده يدفوكي في الشتاء والبرد القارس اللي احنا فيه ده. عملت لكم النهاردة حلة عدس كده خفيفة وجميلة جدا. طبعا شتاء يعني عدس، لازم نعمل عدس في الشتاء. هقولك المقادير معايا، تابعيني لاخر الفيديو مش طويل خالص، هم 4 دقايق بس، فهتشوفي فيه المقادير بتاعتك والطريقة بتاعت العدس الجميلة جدا. شوربة عدس حلوة. معايا المقادير: جزر وبصل وطماطم وفصوص توم وفلفل، والبهارات بتاعتي، مكعبين كده صغيرين زبدة، ومكعب مرق الدجاج، والبهارات بتاعتي. هضيف الخضروات دي ما عدا الطماطم طبعا، تتشوح كده في قلب بعض كلها. وهسيب بقى الطماطم كده بعد ما كله يتشوح، عشان طبعا الطماطم بتبك مية، فانا مش عاوزة مية في قلب الخضروات وهي بتتشوح، انا عاوزة بس كده يمتصوا. ودي بطاطا، دي بطاطا، واحدة بطاطا كانت عندي قشرتها ورحت حطيتها. عايزاهم كلهم يتشوحوا كده مع بعض عشان ياخدوا من طعم الزبدة وياخدوا من طعم بعض، لاني بحب طريقة التشويحة دي قبل ما احط الشوربة يعني، او قبل ما احط المية. بس كده، واروح بقى ايه مقلباهم كلهم مع بعض. وبعد شوية، بعد ما يتشوحوا بشوية، اروح ضايفة ايه العدس طبعا كنت غسله كويس جدا، ورحت بقى ساقطاه كده، وبرده هديله برده تشويحتين كده مع بعض عشان كله ياخدوا من طعم بعض. طريقة سهلة جدا وما بتاخدش وقت. واروح بقى طبعا كنت غالية مية، لو عندك شوربة حطي شوربة، بس انا ما كانش عندي شوربة، ضفت المية على طول. بلاش تكتري مية عشان ما تبقاش صيصة قوي. بروح بس كده يا مدوب تغطي الخضروات، وهتاكلي بقى احلى شوربة عدس جميلة جدا. في ناس بتحب ايه دي بعد ما استوت، طبعا عشان ما احطهاش في الخلاط على طول وهي سخنة، بصوا الدخنة، فانا لازم ابردها. فانا هقعد ايه ابدل من الحلة دي شوية والحلة دي شوية لحد ما تبرد شوية، ورحت ايه ضربها ايه في الخلاط. والبهارات بتاعتي: مكعب مرق الدجاج، وملح وفلفل اسمر وكمون، طبعا لازم الكمون. وهعمل لها طشة. في ناس بتحط شعرية، انا ما بحبهاش بالشعرية. وطبعا بقى كنت محمرة معاها عيش كده صغير، مش محمرة، محمصاه في الفرن. بتقطعي عيش، عندك عيش شامي، عندك عيش بلدي، بتقطعيه وتحطيه في الفرن يتحمص كده شوية، يعني ينشف شوية. وبعد كده ايه بتاكليه بقى كده مع العدس، او بتسقي فيه كده في قلب الطبق بالعدس، بيبقى جميل تحفة تحفة. واكلة بتدفي جدا. بعد ما بقى ايه حمرت كده التومة، بروح طشاها زي الملوخية بالظبط. حتة التومة دي بتفرق معايا جدا، غير التومة اللي انا بحطها في قلب مع الخضروات دي، بتشوق بتدي كده نكهة جميلة جدا مع العدس. بصوا بقى السمك بتاعه جميل ازاي، جميل جدا جدا. عاوزة تحطي شوية شعرية، بتحمري شوية شعرية وتروحي مسقطاها في قلب العدس، ويغلي بقى حوالي كده من 3 غلوات 4 غلوات لحد ما الشعرية ايه تستوي كده شوية. وبرضه هتبقى ايه، بس الشعرية بتدي تقلي شوية، بتدي تقلي للعدس، فانا بحبها بالسمك كده. بس تاكلي بقى احلى شوربة عدس في الجو اللي احنا فيه ده. ويا رب بقى لو عجبك الفيديو ما تنسيش بقى لايك واشتراك للفيديو. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. طبعا هتعمليها مع شوية مكرونة او بطاطس محمرة، حاجة كده بسيطة كده، في يعني اكلة بتبقى خفيفة وبسيطة، وبسيطة كمان على الجيب. يلا اشوفكم على خير الفيديو الجاي، مع السلامة. متنسيش اللايك والاشتراك. مع السلامة.